يا مساء الورد والفل والياسمين على كل أصدقائنا أصدقاء عشانك يا قمر، واللي بيتجدد لقائنا معاهم كل يوم خميس من الساعة 10 ل 11 تقريبا على نايل لايف. حلقتنا النهارده زي ما كل اصحاب عشانك يا قمر اللي بيدخلوا على صفحتنا على الفيسبوك عشانك يا قمر بالعربي عارفين موضوع حلقتنا النهارده طبعا، وهو تترات المسلسلات. مدد 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 يا ربي مدد 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 حاصل وسند مدد في العاليات وما عالت من شر بالمس اعتالت قلب وبالراس تمتالت من رحم السوء بالولد من ظاهر من اسفل من اخر واول مسحور ضعفا مبتلي يتلو الحروف على الهدف. انا البابا يا غلابة وحشني نفسي زمان قوي ووحشنا اشوف روحي مفيش فيها الوجع جايب ظروف. الدنيا هتحلو ساعات كل اللي بنحتاجه تغيير جو. وما حيلتي ولا عجز العجز غاية قوة. ويا جت سليمة يا روح قديم العب بعيد مش فيلم سيما دي دنيا مين يقدر يعيد بديهيات ثابتة واسألوا رمضان يعيد. حزني القديم عاود وجاني تاني تاني من اليتامى ومن ليالي المجهولين. ويقول الليل ما بقاش في حد بيرحم حد وما بقاش في احساس. انا بكره ابلغ عني واسلم نفسي للسجان والتهمه ان انا حقاني وجريمتي ان انا انسان مش قادر اعيش في الغابه بتاعتكم ولا ليا مكان. انا البابا يا غلابه انا البابا يا غلابه. خلينا نقول ان بالفعل ممكن ان في حد من المشاهدين يتفرج على مسلسل عشان عجبه التتر بتاعه او لفت نظره، فاذا من اهم عناصر نجاح المسلسلات بجد هي تتر المسلسل. خلينا نقول كمان ان تتر المسلسل
بيبقى ليه كمان ذكريات كتير جدا جدا. يعني مجرد ما بتسمع تتر المسلسل التتر ده بيرجعك لوقت ما انت كنت بتتفرج على المسلسل ده، سواء بقى كنت بتتفرج مع العائلة، بتتفرج مع أصحابك، للوقت ده بالظبط كده. يعني بتحس كده بحنين أول ما بتسمع تتر المسلسل، سواء بقى كان مسلسل كوميدي، سواء مسلسل اجتماعي، سواء مسلسل زي ما احنا سامعين كده عن الأكشن. يعني احنا يمكن سمعنا مجموعة جميلة من التترات بأغانيها. بجد أنا بحس إن التترات دي حاجة مهمة جدا جدا لأي مسلسل. عموما تعالوا يلا بينا دلوقتي ما نضيعش وقت، ندخل على صفحتنا علشان نشوف مين من أصدقائنا بعت لنا النهاردة وطالب إيه من تترات المسلسلات. يلا بينا. بداية معانا صديقتنا الغالية علا كندورة. ازيك يا علا؟ السلام عليكم، مساء الورد ورياحين على الناس الطيبين الحلوين. لو ممكن تتر مسلسل ابن أصول وأغنية الناس الحلوة بهديها لأمي، ربنا يشفيها ويعافيها يا رب. ربنا يشفيها لك يا علا. وبهديها لإخواتي وأولادهم باسم وبسمة وعاصم الحسن وكريم وزين وكارم وكارما الحسيني، ولصديقاتي ولك سموحة القمر. شكرا يا علا يا روحي. والأمارات سارة ومنى وهالة وأمال، هم سارة ومنى معانا النهارده بيقولوا لك ميرسي. والاستاذ رامي النمر وكل الناس الحلوه واخواتنا الافاضل اسره البرنامج الجميل، ربنا يوفقكم ويسعدكم زي ما بتسعدونا يا اجمل برنامج. شكرا ليكي يا علا يا لولو. مين تاني معانا؟ صديقنا الدائم ابراهيم عماره. اهلا يا هيما، مساء العسل على مذيعتنا الجميله سماح. شكرا يا هيما، وعلى كل فريق النهارده من تترات مسلسلاتنا الجميله. مين بقى معانا النهارده تاني؟ احمد عبد المنعم شلبي. اهلا يا احمد. طب ما هنعرف بس يا رامي الاول، نشوف اختار ايه. بتحييه؟ ماشي، رامي بيحييك على اختيارك اللي انا لسه ما اعرفوش. اوكي، احمد عبد المنعم شلبي. اهلا يا احمد. بيقول مساء الورد والفل والياسمين على اجمل اعلاميه في العالم سماح عبد الرحمن. شكرا جدا 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 يا احمد، اشكرك. واجمل مخرج محترم رامي النمر، وتحيه لكل اسره البرنامج الرائع. ومن اجمل التترات تتر مسلسل الليل والقمر والصوت الساحر، صوت المرحوم الفنان عمر فتحي. يا خبر ابيض، انا عرفت، انا فهمت دلوقتي انت بتحييه على ايه. ده قديم قوي قوي. يا ريت يا استاذه سماح ويا ريت مهندسنا الهمام رامي تمتعونا بتتر مسلسل الليل والقمر، ويا ريت تجبروا بخاطري مره وتذيعوا رسالتي. يا نهار ابيض، انت بعت لنا قبل كده يا احمد؟ يا رامي اعمل فيك ايه يا رامي؟ يبقى يبعت بدري. طب ما الناس بتبعت بدري يوم الثلاث، انت اصلا ما كنتش لسه نزلت البوست يا رامي. ثلاث ايه بس؟ الاربع. ايوه كده بقى صح، الاربع ماشي. ودي ارسلوا ان ارسلت لكم مرارا وتكرارا. يا خبر. ورغم متابعتي المستمره لبرنامجكم الرائع، شكرا يا احمد والله جدا، الا انكم في كل مره بتخذلوني وتتجاهلوا رسائلي. ويا ريت تكملوا سعادتي باظهار صورتي على الشاشه، طبعا بصحبه الاذاعيه القديره منى بطاح رئيس قسم المنوعات سابقا باذاعه البرنامج العام، وصديقي صلاح البتنوني على ضفاف النيل العظيم، مع خالص تحياتي للثنائي المبدع سماح عبد الرحمن ورامي النمر. وتحياتي شكرا. ولسه هنسمع تترات مسلسلات كتير في حلقتنا النهارده، ونفتكر ذكريات كتير تخص الطفوله وتخص شبابنا وتخص حاجات كتير. يلا بينا. مين تاني معانا النهارده؟ محمد عرفه. اهلا يا محمد، مساء الورد ده مساء الورد والفل والياسمين على استاذه سماح عبد الرحمن والمخرج رامي النمر على اجمل واحلى برنامج عشانك يا قمر. شكرا جدا، ميرسي جدا يا محمد، ميرسي. من اجمل تترات المسلسلات كان مسلسل ملكة الجبل ومسلسل البرنس واهداء توحة. يعني في ناس هي طالبه البرنس، ما ده جديد. جميله جدا، ومنها الشهد والدموع وابو العيله البشري والمال والبنون وليالي الحلميه. وممكن تتر مسلسل ذئاب الجبل، وبهديها لك يا احلى سمسم حبيبتي يا سوسونه، ولكل اسره البرنامج الجميل. شكرا ليكي يا روح قلبي. مين تاني طالب ذئاب الجبل؟ تهيألي في كذا حد صح؟ كتير. عادل النجار. يا عادل، مساء الفل والياسمين على اجمل مذيعه في الوطن العربي استاذه سماح عبد الرحمن. شكرا يا عدوله.
وعلى اجمل مخرج استاذ رامي النمر. معاكم صديق البرنامج المهندس عادل النجار. اما بالنسبه لموضوع اليوم، من وجهه نظري انه تترات المسلسلات كلها ذئاب الجبل والضوء الشارد والملو والبنون. ممكن نشوف مشهد من الحلقه الاخيره من ذئاب الجبل، وبهديه لكل اصحابي واهل عيله النجار، استاذ وليد والاستاذ عصام والاستاذ يوسف. اما الصوره اللي تحت دي انا والرئيس محمود عبد الرؤوف وابو نسيبه الاستاذ شحاته. هات لنا كده الصوره اهي. الجرح في قلبي ماكن، انا في الغربه ساكن، الجرح في قلبي ماكن. مين مين طالب تاني ذئاب الجبل؟ محمد فاروق. اهلا يا محمد. اجمل تحيه للمتالقه سماح والمخرج رامي النمر وكل فريق العمل. تتر المال والبنون وذئاب الجبل والشهد والدموع، جميع المسلسلات القديمه. تحياتي لكم من بالقيس ولا بالقاس؟ الدقهليه. بالقاس ولا بالقيس يا جماعه؟ بالقاس صح؟ بالقاس. اوكي. مين تاني طالب نفس الموضوع؟ مين؟ انا النونة. مساء الورد والياسمين عليكي يا استاذه سماح القمر، دايما منوره قناه نايل لايف. شكرا ليكي يا نونة يا سكره. سلام لمخرجنا المتالق رامي النمر وعلى جميع كاست برنامج عشانك يا قمر. احلى واجمل تترات المسلسلات بتاعت زمان، حاجه كده روعه. واشهرهم المال والبنون وزيزينيا واولاد ادم وكفر عسكر وغوايش. انا بقى بحب غوايش جدا يا جماعه، بحب غوايش جدا لعمر خيرت طبعا، فظيعه. وفاطمه فاطمه، هو في حاجه اسمها فاطمه لوحدها كده؟ وعباس الابيض وذئاب الجبل. مين ما بيحبش فاطمه؟ صح. وليله القبض على فاطمه ده قديم قوي. واحب اسمع تتر نهايه مسلسل ذئاب الجبل، لانه اكتر مسلسل لو فضلت طول عمري اسمعه مش همل منه. وتحياتي ليكي ولكل فريق العمل. شكرا ليكي يا نونا. مين تاني معانا؟ هيلين حداد صديقتنا الدائمه. يا هيلين، الناس كل يوم خميس تحياتي. يعني ايه الناس كل يوم خميس؟ تحياتي لحضرتك والاستاذ المخرج. او في كلام قبلها؟ ايه ده؟ طب هيلين استني يا هيلين، انت اللي بعدها. عماد سعيد. اهلا يا عمده. السلام عليكم. مساكم الله براحه البال وصلاح الحال وقبول الاعمال والبركه في الصحه والمال. قولوا امين. اللهم امين يا رب. احلى مسا على اجمل سماح في العالم كله. ربنا يخليك يا عمده. ولؤلؤ نايل لايف. انا صديق البرنامج، تحياتي لحضرتك الاستاذه سماح مقدمه احلى برنامج عشانك يا قمر، وانتي رائعه واصلا عسل وسكر وضحكه وجهك البشوش كفايه علينا. كلك امل وتفاؤل. ربنا يسعدك ويحفظك ويخليكي زي ما انتي بتسعدي الناس كل يوم خميس. شفتوا بقى كل يوم خميس دي كانت قبلها كل ده. ماشي. شكرا يا عمده. والله احنا بنبقى مبسوطين جدا طبعا يعني بالكلام الحلو ده، علشان بنحس بجد ان احنا بنسعدكم او نبسطكم حتى ولو شويه صغننين قد كده. طيب تحياتي لحضرتك والاستاذ المخرج وكل القائمين على هذا البرنامج الجميل المستمر من عدة سنوات، ويا رب 100 سنة يا حبيبي. ربنا يخليكم لينا، ومن نجاح لنجاح مع سماح عبد الرحمن. وكل سنة وانتم طيبين. من أشهر تترات المسلسلات ذئاب الجبل وليالي الحلمية والمال والبنون، من اللي ما يحبش فاطمة وبوابة الحلواني والليل وآخره. ويا ريت أسمع تتر مسلسل ذئاب الجبل، وبهديه ليكي وأسرة البرنامج فرسان التلفزيون المصري. شكرا. وكبري صورة ملك بنت اختي. حاضر. هات لنا ملوكه. لعشك ومهما كان اللي هشك يا طير مسيرك لعشك، اما اللي ظلمك يا بايا وخلى ظلمك حكايه. في حد تاني من اصدقائنا طالب نفس الطلب؟ هنشوف ونسمع ذئاب الجبل. معانا مروه الغزالي. يا مروه ازيك يا رورو؟ السلام عليكم. ازيك يا استاذه سماح؟ منوره الشاشه دايما. شكرا ليكي يا رورو. وتحياتي لكل القائمين على البرنامج. وعايزه تتر مسلسل خاتم سليمان. اوكي. ايه خاتم سليمان؟ يلا خاتم سليمان. عاشق سارح
يلا بينا. مين تاني معانا النهارده من اصدقائنا واصدقاء عشانك يا قمر؟ طالب ايه من تترات المسلسلات؟ معانا لطيفه عبد القادر. لطيفه طبعا صديقه البرنامج، اعتقد على افتكر من الجزائر تقريبا، صح كده؟ مساء المحبه والسلام والموده والرحمه على جميع المسؤولين على برنامج عشانك يا قمر. المرجو إذاعة تتر مسلسل العائلة لأنغام أو تتر مسلسل الحقيقة والسراب، ولكم مني جزيل الشكر والإكرام. وبنحبك يا دنيا بجد، ومهما تعملي فينا بنسحب شوية فوق الحد ونحضن بكرة بإيدينا. وبنحبك يا دنيا بجد، ومهما تعملي فينا خلاص طبعا عرفنا الطلب اللي جاي ايه. ماشي يلا. اسماعيل مجيد، اهلا يا سمعة، مساء الخير على اجمل وافضل مذيعة. شكرا يا سمعة، شكرا. وعلى جميع طاقم البرنامج. صديق البرنامج من السودان، اهلا بيك يا اسماعيل واهلا بكل اهل السودان الحلوين. ارجو عرض تتر النهاية من مسلسل سارة وشكرا. ها في حد تاني طالب سارة؟ يلا بينا. المسلسل ده كان من المسلسلات المميزة جدا طبعا للفنانة والنجمة المعتزلة حنان ترك. طيب يلا بينا تاني نشوف مين من أصدقائنا النهاردة. عبد الرؤوف أشرف الحنتور، طبعا ازيك يا كابتن عبد الرؤوف؟ مساء الخير على أفضل إعلامية في الوطن العربي سماح عبد الرحمن، شكرا يا كابتن. تحياتي لكل كاست البرنامج الأكثر من رائع، شكرا ليك. تتر مسلسل الضوء الشارد من افضل تترات المسلسلات، ويا ريت الصوره دي تتعرض على الشاشه العظيمه قناه نايل دراما ان شاء الله. بدعو حضرتك على الهواء مباشره لحضور نهائي مونديال الشهداء السعديه. الصوره دي في ملعب المباراه النهائيه ملعب مركز شباب السعديه، وهات لنا صوره كابتن عبد الرؤوف. شكرا على شكرا طبعا. يعني مع رامي كالعاده يعني لازم يقطع الكلام. ايه يا رامي، ما ينفعش كده يا رامي. شكرا على الدعوه الجميله ليك جدا يا كابتن عبد الرؤوف، ميرسي جدا جدا جدا. ان شاء الله نحضر باذن الله. طيب مين تاني معانا؟ محمود موسى، اهلا يا محمود. مساء الخير استاذه سماح، وبمسي على الاستاذ رامي وعلى كل القائمين على البرنامج المتميز. شكرا جدا يا محمود. اللي بحبه انا بالنسبه للحلقه طبعا تتر مسلسل الضوء الشارد. عندي طلب عندكم، يا ريت تعرضوا مسلسل الرقص على سلالم متحركه على نايل دراما الساعه من 9 أو 10 ليلا. ده رجاء مني، واتمنى لكم حلقه سعيده وموفقه. محمود موسى من دمياط. شكرا ليك جدا يا محمود، وشكرا لاهل دمياط الطيبين. عاص الرياحي، عاص مش عاصي، ها عاص. مساء الماس لاغلى الناس، شكرا يا عاص. معكم اخوكم عاص من لبنان، اهلا بيك واهلا بكل اخواتنا في لبنان اللي بنحبهم جدا. بمسي عليكي اخت سماح والاستاذ رامي النمر وباقي كاست البرنامج. وممكن اخت سماح اشوف تتر مسلسل الضوء الشارد؟ حاضر، تحياتي ليكم. شكرا ليك يا عاص. هيلين حداد، اخيرا جه البوست بتاعك يا هيلين. انا قلت في الاول طبعا الكلام ده من ربع ساعه فاتت يعني، بس معلش. صباح ومساء الفل على الناس الفل، حلقه جميله مليانه بالنغم الاصيل. ايه بتقول لي ايه؟ ماشي لما تخلص الحلقه بس، حاضر. الحلقه جميله مليانه بالنغم الاصيل والصوت الجميل. ماشي يا هيلين. تترات اعمال جميله تركت في القلب والروح اجمل اثر، خصوصا مسلسلات الثمانينات والتسعينات واوائل الالفينات. كانت اجمل الاعمال معبره عن النفس البشريه تماما. سموحه بليز تتر ابو العيله البشري او الضوء الشارد، واهدي ليكي. شكرا ليكي يا هيلين. ليكي اولا والمخرجنا الجميل رامي وكل اسره البرنامج دون استثناء وصحبه. تفرح عن الروح ولا ايه؟ ايه؟ تفرج عن الروح شؤون وتفرج من القلب هموم، واي كانت انغام ناي حزين في ليل اسود طويل يخترق ظلمه شعاع نور
قادم من قمر عال بعيد. يا عيني يا عيني طبعا انا معلش. بصي يا كوكو، انت طبعا الكلام جميل لكن هو معمول بالابيض ووراه خلفيه ابيض في اسود كده، ابيض واسود، فطبعا مش واضح خالص. يعني انا اجتهدت ان انا اقدر اقول الكلمات الحلوه دي، بس يعني شكرا ليكي يا روح قلبي يا جميله. يوسف ابو غازي، اهلا يا يوسف. مساء كلمات جميلة وعبارات رقيقة تطرق باب أسماعنا ومعان دافئة تداعب قلوبنا. يا سلام. فإليكم تحية مسائية عطرة مليئة بالود والورد. مساء جميل بكل ألوان الجمال، مزهر بكل ألوان الزهور، مفعم بكل ألوان الحب والرحمة والحنان، يغمر قلوبكم بالسلام والأمان. مساءكم خير وورد وسعاده لا تنتهي. يا سلام. شكرا يا يوسف جدا على المقدمه الجميله دي. يا ريت اسمع تتر مسلسل الضوء الشارد بديله سماح عبد الرحمن من تترات المسلسلات حالا. دلوقتي هنشوف مين من اصدقائنا معانا. ابو كريم. مساء الورد على الورد. شكرا. والياسمين على احلى مذيعه في الوطن العربي كله. مساء الخير على استاذه سماح. مساء الورد على الاستاذ رامي النمر. شكرا ليك يا ابو كريم. ميرسي ميرسي ميرسي. وعلى أسرة البرنامج كله. ممكن يا أستاذة سماح تتر مسلسل الحلم الجنوبي؟ أوكي. ها في حد تاني طالب الحلم الجنوبي؟ في أبو أدهم. أهلا يا أبو أدهم. مساء الخير أستاذة سماح. مساء الخير على الأستاذ المخرج العظيم رامي النمر. ماشي يا عم. وأسرة البرنامج. وممكن تتر مسلسل الحلم الجنوبي وبهديه الأستاذ كريم والأستاذ مختار وبهديه وبهديه ممكن ولو سمحتي ممكن عرض الصورة على الشاشة. حاضر. هات لنا صورة الولاد الحلوين دول. نسمع ونشوف دلوقتي تتر مسلسل حلم الجنوب عشان وقتنا بيجري 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 بيجري. مين تاني معانا النهارده؟ معانا صديقتنا بندولة مصدعة اللي هي ايه؟ اللي هي مين؟ بتقول مساء الفل والياسمين. انا بسمة تقريبا. مساء الفل. لا نسمة. مساء الفل والياسمين على الناس الحلوين. بحبكم قوي ودايما منوره الشاشه يا احلى سموحه حبيبتي يا روحي يا جميله. من اجمل المسلسلات اللي انا بحبها مسلسل اميره في عابدين، وفعلا مسلسل جميل. ممكن التتر بتاع اميره في عابدين ومسلسلات النهارده. عاصم حسين. اهلا يا عاصم. مساء الجمال على احلى سماح. شكرا ليكي عصومه. علي الحجار وانغام وحنان ماضي اهم من غنى تترات. وتتر مسلسل مساله مبدأ من اجملهم. ماشي. مين تاني طالب مساله مبدأ؟ هنسمع ونشوف. يلا بينا بسرعه نشوف. خلاص وقتنا تك 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 بدأ يخلص. خلاص قدامنا شويه صغيرين. لا ممكن كمان بوست. معلش خليها دلوقتي عشان الورقه هناك لو سمحت. يلا. مين تاني معانا طالب ايه النهارده؟ حالا دلوقتي هنشوف مين من اصدقائنا اخر طلب معانا في حلقتنا النهارده، لان خلاص اولموست الوقت انتهى تقريبا يعني. اوكي. مين تاني طالب معانا ايه حالا؟ معانا منار السيد. يا منار. اهلا يا منار. مساء الخير استاذه سماح عليكي وعلى اسره البرنامج جميعا. شكرا يا منوره. ودايما يا رب البرنامج يكون في تقدم وازدهار. انا من عشاق برنامج حضرتك حبيبتي يا منار. دايما كده تبعتي لنا ان شاء الله لانه جميل ويستحق المشاهده. شكرا ليكي يا روحي. انا بحب تتبينا. نشوف التهاني بتاعتنا في اخر فقره معانا النهارده. معانا تهنئه بمناسبه الخطوبه السعيده لمحمد سامي زكريا وعروسته ندى محمد عبد الكريم. تهنئه من بابا الحاج سامي زكريا ومن ماما واخواته رضوى وبسمه ومن عمه الحاج احمد زكريا وسعيد زكريا ومحرز زكريا وعمه محروز زكريا. تهنئه من والد العروسه المهندس محمد عبد الكريم ومامتها الحاجه ام ندى واخوات العروسه رنا ورودينا ومحمد، وكلهم بيقولوا لمحمد وندى الف مبروك وربنا يتمم بخير. وانا كمان بقول لمحمد وندى الف الف مليون مبروك. ادي الزين وادي الزنا قالوا الجنة
معانا كمان تهنئة تانية بمناسبة الزفاف السعيد للمستشار محمد غريب عنبر على الدكتورة الصيدلانية يمنى حسين عنبر. تهنئة من المخرج المتميز طبعا زميلنا العزيز أحمد عبد الله خال العروسة، ألف مبروك يا أحمد. كمان تهنئة من الحاج حسين عنبر ووالد العروسة ووالدة العروسة السيدة فاتن عبد الله مديرة مدرسة طه حسين. وكمان تهنئة من الحاج غريب عنبر والد المستشار محمد، واللي بيتمنى لهم حياة زوجية سعيدة. وكلنا وأحمد عبد الله طبعا وأنا ورامي وكل كاست البرنامج أكيد بنقول طبعا ليمنى وبنقول لمحمد ألف ألف مليون مبروك. اسمحوا لي ان انا اعمل تهنئه بمناسبه السنه الجديده لصديقي العزيز، وتهنئه بصراحه كمان من زوجته من اولاده محمد واحمد المسلمي لوالدهم دكتور محمد المسلمي. وانا كمان بقول له كل سنه وانت طيب، عقبال يا رب 100 سنه صحه وسعاده وهنا وكل الامنيات السعيده الحلوه لدكتور محمد المسلمي بمناسبه عيد ميلاده. خلصت حلقتنا، ونتمنى ان حلقتنا النهارده تترات المسلسلات كانت حلوه وظريفه وخفيفه، وان شاء الله نشوفكم على الف خير. عايزه اقول حاجه، ان النهارده كان 31 خلاص الشهر خلص يعني، وابتداء من الشهر الجديد هكون معاكم ان شاء الله تلات وخميس. التلات الفقره الاولى، التلات الفقره الاولى، وطبعا يوم الخميس معاكم في عشانك يا قمر ان شاء الله. شكرا ليكم، باي باي. قالوا زمان دنيا دنيا غرورة، وقلنا واللي تغره يخسر مصيره. قالوا الشيطان قادر وله 1000 صورة، قلنا ما يقدر علي خيره لغيره. ايه معنى دنيتنا وغاية حياتنا إذا بعنا فطرتنا البريئة الرقيقة؟ وازاي نبص لروحنا جوا مراياتنا إذا احنا عشنا هربانين من الحقيقة؟ قالوا زمان دنيا دنيا غرورة، وقلنا